تحية لكم من فلسطين، تحية لكم من القدس، تحية لكم من غزة وبلديات غزة. السلام عليكم إخواني جميعا. أخي محمد دومان، الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات. بودي في البداية أن أوجه تحية للشعب التركي وكل المؤسسات والحكومة التركية على موقفها الرائع لدعم القضية ولدعم الشعب الفلسطيني، ومطالبتهم بإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، واستضافتهم أيضا لبعض الجرحى الذين خرجوا من قطاع غزة واستقبالهم في المستشفيات التركية. وأشكر إتاحة الفرصة لي للحديث عن قطاع مهم في فلسطين، وهو قطاع البلديات. يعني لأضعكم بصورة بعض ما تعانيه البلديات وكيف تعمل البلديات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو غزة في ظل هذه الظروف المستحيلة تحت الحرب والقصف والخراب والدمار الذي يحصل سواء في غزة أو في الضفة الغربية. أعزائي، يعني كانت ظروف الفلسطينيين قبل هذه الحرب وقبل هذه الفترة كانت صعبة، لأن كنا نعمل تحت الاحتلال وتحت قيود الاحتلال، لأنهم يتحكمون في المياه، يتحكمون في الكهرباء، يتحكمون في مداخل ومخارج المدن الفلسطينية عبر إقامة الحواجز والمعيقات على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، عدا عن الحصار المفروض على كامل قطاع غزة بحيث حولوه إلى سجن كبير. حاليا أعزائي، البلديات هي الأقرب للناس، هي الأقرب للاستجابة لأي طارئ سواء في الضفة الغربية أو غزة. طبعا الظرف في غزة حرب مفتوحة، حرب لا أخلاقية تشن على الأطفال والنساء والمستشفيات، لأنه هذا الشعب شعب عظيم، شعب مصر على الحياة، شعب مصر على نيل حريته وتحقيق أهدافه، ومصر على أن يشارك العالم في قضايا التغير المناخي، في قضايا التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاه للشعب الفلسطيني. يعني هناك خبر إخواني، يعني العديد من رؤساء البلديات في غزة، على سبيل المثال رئيس بلدية انصراط استشهد في غارة إسرائيلية للطيران الإسرائيلي. في الضفة الغربية عشرات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية تم اعتقالهم مؤخرا، طبعا بدون تهمة وبدون أي سبب. هناك لدينا ما يسمى الاعتقال الإداري. إلا أنه البلديات مستمرة، نحن نمر في ظرف صعب، ولكن يعني لدينا مشاركات في كل الجوانب التي لها علاقة بهذا القطاع، ومصرين كبلديات على أن نقدم واجبنا تجاه أهلنا، على أن نقدم خدماتنا، على الرغم أنه الناس يعني يمرون في ظروف صعبة اقتصادية، ظروف أمنية سيئة جدا، التحرك صعب. يعني على سبيل المثال الضفة الغربية تحولت إلى سجن، كل مدينة تحولت إلى سجن صغير، عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة، عدا عن الحرب التي تشن على قطاع غزة. تخيلوا أن ربع مساكن قطاع غزة تم هدمها هدما كاملا، 45,000 وحدة سكنية تم هدمها بالكامل. والشهداء، يعني لا أريد أن أتحدث عن أرقام الشهداء لأنهم ليسوا أرقاما، كل شهيد من هؤلاء الشهداء له قصة حياة وله أحلامه التي تم قتلها بالطيران الإسرائيلي وبالأسلحة المحرمة دوليا. على مستوى الاتحاد أعزائي، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أقام يوما للتنمية المستدامة بالشراكة مع الGIZ والمؤسسات الشريكة. لنا مساهمة مهمة في التغير المناخي، وهناك مشاريع مهمة جدا قامت بها البلديات الفلسطينية لمكافحة التغير المناخي، ولكن للأسف كل هذه المشاريع
وكل ما يخطو الشعب الفلسطيني خطوة للأمام يتم وائدها من قبل الاحتلال. وأعتقد سمعتم بأنهم قصفوا محطات الطاقة الشمسية الموجودة فوق البيوت في غزة وفوق المستشفيات. تم قصف ويعني إفساد وتدمير محطات الطاقة الشمسية الموجودة في كامل قطاع غزة ليحرموا الناس من الاستفادة من الطاقة الشمسية في ظل قطع الكهرباء وقطع المياه ومنع إدخال الوقود ومنع إدخال الأدوية إلى غيره من الممارسات التي تمارس على الشعب الفلسطيني. ولكن إخواني يعني نحن دائما متفائلون بأن اقتربنا خطوة من القدس، اقتربنا خطوة من تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية. وإن شاء الله قريبا سندعوكم جميعا لاستضافة إحدى مؤتمرات UCLG في فلسطين وفي القدس بإذن الله. شكرا لكم. شكرا جزيل الشكر رئيس بلدية سلفيت ورئيس اتحاد البلديات الفلسطينية السيد عبد الكريم الزبيدي.